في إطار التعاون والتنسيق الأمني مع مختلف الشركاء الأمنيين، وبمناسبة نهاية السنة الميلادية المتزامنة مع عطلة نهاية الأسبوع، ومواصلة لسلسلة المداهمات المسطرة من قبل قيادة الدرك الوطني، نظمت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مداهمات مشتركة مع مصالح الأمن الولائي لولاية تبسة، تم خلالها تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال وضع تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة تهدف إلى تأمين محاور الطرق الرئيسية والفرعية، وتفتيش جميع السيارات والأشخاص المشبوهين للحفاظ على أمن وسكينة المواطنين، والقضاء على مختلف بؤر وأوكار الجريمة، وكذا بسط سلطة القانون في ظل احترام مطلق لحقوق وحريات المواطنين.